السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة جوجو تاروت، وهنقول النهاردة طاقة برج الثور بتاريخ 1 نوفمبر. يلا بينا كده يا برج الثور نشوف الطاقة الجديدة بتاعتك بالشهر الجديد. يا رب كل الخير ليكوا ووفرة الشهر الجديد تكون خير وخيرات عليكم. يلا بينا يلا بينا بسم الله. عندك اعتزاز بنفسك عالي، قرارات واخدها، استحقاقك لنفسك عالي يا ثور. فكر في أولوياتك الأول، مركز على مادياتك، عايز توازن مادي. وكمان يا ثور شايفاك بتتعامل بحكمة وعايز تفاصيل فيها عدالة. يعني انت شايف ان انت اتظلمت في حاجة وعايز عدالة فيها. بتاخد خطواتك بحرص وبتاخد خطواتك بتفكير هادي، وشايفاك استحقاقك لنفسك عالي 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 الفترة دي جدا، وقراراتك كلها تقريبا شبه لصالحك انت، مش بتفكر ان انت تعمل حاجة لحد. شايفاك كمان محتار بين امرين، في حاجة انت واخد بالك منها الفترة دي محيراك، او في حد بيراقبك وانت مش عارف هو بيراقبك ليه، او انت ممكن تكون مكتشف مثلا ان الشخص اللي تبعد عنك لسه مازال متواجد حواليك، ويمكن هو اللي رفض اصلا وجوده معاك. فانا شايفة ان انت ممكن تكون واخد قرار ان انت مش هتبين اصلا انت واخد بالك او مهتم حاجة كده. تعالى نكمل. برج الثور هيتلقى رسالة أو مكالمة غير متوقعة في توقيت غير متوقع من الشخص اللي محيرك ده. شايفة ان هو دماغه شوية عنده تشتت، هو كمان اقرب ما اقربش، اخد خطوة او ما اخدش خطوة. عندك بدايات جديدة الفترة اللي جاية، وشايفة انت شوية في وضعك العائلي او الاسري بتحاول تكون يعني متحفظ، عايز تصلح مشاكل مع حد، عايز الفترة اللي فاتت كنت تقريبا عصبي بوفرة، فتقريبا عايز تظهر ان انت هادي، في حاجة عايز تصلحها في وضعك العائلي، او ممكن تكون عايز تصالح حد، او في حد جاي لك بمصالحة، حاجة كده حاجة كده. وشايفاك كمان يا برج الثور عندك حد هيقدم لك طاقة من الحب والمشاعر، ممكن تكون موجودة بالفعل او دي طاقة جديدة. شايفة الحيرة دي ممكن يكونوا شخصين اصلا يعني شاغلين بالك. الثور محتار من انه يكون جدي او يرجع تاني للمود اللي كان فيه، بس انا شايفاك بتستقوى، وشايف ان انت شايف نفسك بدأت تاخد الطريق الصح. قراراتك الفترة دي كلها لصالحك، بتحاول انت تخلص من اي شيء مزعج، مش عايز تحط نفسك مع حد في جملة مفيدة، عايز تهرب من اي شيء سلبي، مضغوط، معصب، كل ده مش عايز تبينه لحد. انت عايز تبان بواجهة تانية مختلفة خالص الفترة اللي جاية، عايز فعلا فعلا تحس ان انت اتغيرت قبل ما تظهر ده للي حواليك. فانت بتسعى لتحقيق كل ده الاول داخلي قبل ما تظهره للي حواليك. الحظ هيكون حليفك شويه الفتره اللي جايه، انا شايفاك يعني في تغييرات انت واخد مسارك فيها، او بدات ان انت تخش فيها او بتسعى فيها، وبالفعل هتجلب لك حظ. انا شايفاك بتجذب لنفسك حظ يا برج الثور. هل انت معاك معاناه؟ معاك معاناه. مضغوط؟ مضغوط. لكن انا شايفه ان انت هيكون عندك تحسن، وتحسن ملحوظ كمان، لان الخطوات اللي جايه لك في الفتره اللي جايه لك بعد ركود، بعد وقت كبير من الامور اللي كانت متوقفه، وانت سعيت لان انت تحسنها، ما كانتش بتتحسن بل كنت بتجلب لنفسك طول الوقت. الفترة اللي فاتت ممكن طول الوقت كان مصاحبك السلبيات والزعل، ويمكن انت طالع اصلا من طاقة تشافي، انت بتتشافى من علاقة شكلك، ويمكن الشخص اللي بيلف على طاقتك دلوقتي ده هو ده الشخص انت بتتشافى منه اساسا، اللي بيحاول يبين لك ان هو مش بيراقب، لا هو بيراقب. اولا شايفة ان انت هنا اكتشفت خيانة، او اكتشفت وجود طرف ثالث، فانا شايفاك بتاخد حقك يا ثور. في هنا قوة ظاهرة في طاقتك، بس ظاهرة بسبب الوجع ده، يعني القوة دي جاية لك بسبب الوجع ده.
بقالك فترة بتعاني على فكرة، وبقالك فترة بت يعني بتظهر عكس احساسك، تضغط على نفسك علشان ما تبينش ضعفك. شايفاك انت كمان بينت رفضك، بينت ان انت مش عايز، لكن العكس جواك غير كده خالص. لسه مازال الشخص ده في بالك، وعايز تظهر له ان انت في قمة 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 وقتك السعيد وحياتك الحلوة، بتظهر له ده، بس الداخلي غير. طيب، لسه شاغل بالك الشخص ده، وانت بالفعل هتنول اللي انت بتدور عليه، انت بالفعل نلته او هتنول او في طريقه ليك. قراراتك قاسية، لكن للأسف هتقول يا ريتني عملت ده من زمان. في شخص هنا بيقدم لك حب، يا الشخص اللي في بالك ده هيرجع تاني يقدم لك مشاعر وحب مرة تانية، لان هنا يعني كؤوس الحب في حياتك هتكون متوفرة. يا اما انت في حياتك في الوقت الحالي يا صور علاقتين. الصور قدامي انا شايفاه بيتحدى نفسه قبل ما بيتحدى حد. يعني انا شايفاك القوة اللي نابعة انت بتقومها في نفسك، وقومتها بالفعل، وبالتالي هتاخد بيها قراراتك الفترة اللي جاية. مركز على المال جدا 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 قدامي، وعايز تظهر لحد ما بطريقة ان انت كده من الاخر عايز تقول له وجودك او غيابك مش هيفرق معايا، لكن انت لسه عندك امل في بداية جديدة. يا اما انت عايز تترك الماضي خالص وتبتدي بداية جديدة مع نفسك الاول، وبعد كده تشوف اشخاص يكونوا نفس اللي انت بتديه صور انت عايز تلاقيه. لان انا شايفه هنا الشخص ده اداك طاقه او هجم بطاقته، اللي ان انت انسان مستغل، انسان اناني، انسان بتاع نفسك. سمعت منه الكلام ده كتير، فانا شايفه ان هو قلب عليك الترابيزه من الاخر. يعني هو كان متسبب في الغلط، وهو سبب لك ان انت اللي شفت نفسك غلط. في هنا طاقه شخص مخادع، كان مرتضي قناع وما كانش حقيقي. فيمكن هو حس بان انت حرفيا بتنتقم منه بالتجاهل بتاعك وعدم اهتمامك بيه. نظرتك للماضي شايفاها بتأذي جدا، مش عايز تكرر مواقف حصلت، بتحاول تحصن نفسك. يعني انا شايفاك ممكن تكون بتشتغل، عايز تحوش، عايز تشتري لنفسك حاجة خصوصية بتاعتك، عايز تمتلك سيارة، عايز تمتلك بيت، في حاجات من دي شاغلة بالك قوي. عايز تبان بطلة جديدة 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 قوي ما ظهرتش بيها قبل كده. الفترة اللي جاية عايز تحسن من نفسك، عايز يعني تكون في مكانة تليق ببرج الثور، وده كارتك اصلا. انت شايفاك هتظهر الفترة اللي جاية باللي انت نفسك فيه اصلا يا برج الثور، لان انا شايفاك داخل بقوة الفترة دي، وعندك تحسنات على جميع الاصعدة. كارت الحظ هنا بيقول لك انت عندك على جميع الاصعدة في حظوظ وفيرة الفترة القادمة. شايفاك كمان العلاقات العاطفية الفترة اللي جاية، انا معرفش، للبعض هنا ممكن يكون مرحب والبعض التاني رافض اساسا. بتحاول تشتغل وقت كبير 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 في يومك. انت كنت في فترة كتير كان فيها راحة وركود، ويمكن بسبب الشخص ده انت كنت مهمل جدا، والاهمال ممكن دخل على حياتك العملية، ممكن كان احبطك، فانت تغلبت على الفترة اللي كان فيها ركود دي. وانا شايفاك هنا في مرحلة تشافي وهتنول اللي انت عايزه. عقلك كتير بيرفض احداث ومرحب باحداث، بس انا مش عارفة ليه شايفة القوس هنا في طاقة انا عايزه يرجع، عشان اللي اعرفه ان اللي فاتكم واللي جايكم تاني خالص. معرفش ليه الطاقة دي معاك النهاردة. وكمان معرفش انت مديني الطاقة دي ليه يا ثور، بس لسه مازال الشخص ده شغلك. في هنا البعض من برج الثور عندهم احتفالات خطوبة او جواز قريب. وكمان شايفة في حاجة تخص البلوك في علاقتك، لسه مازال الشخص ده بيحمل لك مشاعر، على انه كان بيعاملك بطريقه فيها جفا وفيها تلاعب، وتقريبا انت اكتشفت خيانه، او اكتشفت ان هو ممكن يكون كان معاه علاقه سابقه رجع لها وهو معاك. في حاجه من القبيل ده. ايه التفاصيل بالظبط؟ طبعا القراءات الخاصه بتفترق، دي قراءه عامه. حاطط حدود قويه جدا لاشخاص في حياتك، مش عايز حد يعرف اي خصوصيات عنك، او انت مقرر ده الفتره اللي جايه. شايفاك كمان يا
ثور جسديا مجهد تعبان تقريبا، بتشتكي من اوجاع الفتره دي، صداع تقريبا مصاحبك بقاله فتره، وبتتغلب على كل ده. شايفاك بتقوى بطريقه ملحوظه، بس انت باين عليك التعب يا ثور. يعني انت، انا شايفاك هنا بتحاول تبان قوي، لكن انت يعني بتحاول ان انت تبان في توقيت انت حرفيا تعبان تعبان من جوه، وشايفاك كمان بتهزم الطاقه اللي اوقات بتراودك. اوقات كتير بتبقى في حرب ما بين قلبك وعقلك، ان انت رافض ومش متقبل، وفي نفس الوقت بتفتكر الاحداث اللي حصلت، انا ما ينفعش ان انا يحصل معايا كده. او انت شايفاك اتقابلت بطريقه انت شايف ان هي ما تليقش بيك خالص يا برج الثور. الشخص ده تقريبا يعني خلاك ندمت على انك انت كنت حرفيا شفاف معاه وكنت بتتعامل من قلبك. ممكن هو كان شافك في علاقات سابقة كنت متلاعب، فممكن حب ان هو يلعب معاك دور ان هو المنتصر، بس للأسف انت اللي حسسته في الآخر انت ولا حاجة اصلا. فهو طمع انه يكون في مكانة وانت وصلته لمكانة تانية خالص. بس انت ما توصلش للمرحلة دي يا ثور الا لما تكون حرفيا اديت جدا، عطيت جدا. وانا شايفة ان هو اتهمك ان بالنرجسية. معرفش ده موجود في طاقتك هنا جامد جدا، لان انا شايفاك يعني واخد كذا سيف منه، مش قادر تتخطى الفكره، برغم ان انا شايفاك كنت حقيقي جدا مع الشخص ده. طيب تعالى هنا نشوف الاشارات، او بالنسبه نقول عشان ما ننساش الطاقات اللي متوفره مع برج الثور هنا. هنشوف ايه الطاقات اللي متوفره معاك يا ثور. معاك ابراج ناريه، والابراج الترابيه متوفره معاك، ابراج مائيه، الابراج الهوائيه كله متاح معاك يا ثور. عندك طاقه للماضي، يعني انا شايفاك بترفض الماضي رفض تام، طاقه قويه جدا بالرفض. جزء بسيط من برج الثور عنده ميول، ولو انت رحبت اعرف ان ترحيبك للشخص ده مره تانية ان انت هتعطيه درس. ده اكتر طاقه غالبه عليك هنا. طيب تعالى بقى نشوف الشخص ده عايز يقول لك ايه. حط الشخص ده في بالك وتعالى نسحب له كروت ونشوف هو عايز يقول لك ايه في التوقيت ده. ما كنتش ابدا اتوقع اني اقابل حد زيك، حاسس ان علاقتنا بتزيد قوه، لسه محتاج كتير من الشفاء والتعلم. هو حاسس ان هو ما كانش، انت حسسته ان هو كان محتاج فعلا انه يتعلم انه يخش ازاي معاك في علاقه. حاسس كارما، بقول لك حاسس بكارما في التوقيت اللي انا فيه. مش هقابل حد، انت مش هتقابل حد يحبك قدي. مغرور الشخص ده، من السهل اني ابين ان كل شيء كويس. بيقول لك انا ببين ان كل شيء كويس بس انا مش كويس. خايف تكون كملت مع غيري، عنده شكوك ان انت مع حد دلوقتي يا برج الثور، بل هو متاكد، عنده يقين ان انت في علاقه تانية، او ممكن يكون هو بيراقبك جامد جدا عشان يشوف ويتاكد من احساسه. بلاقي صعوبه في التواصل معاك، بالرغم من اني ما قلتش اسف، بس انا ندمي باين، وهو عايز يوصل لك ندمه ده، بس هو عامل لك حدود، بس حدود مزيفه. ممكن يكون بيتكلم مع اشخاص عليك، عايز او نكش معاك من فتره ان هو مثلا على اي موضوع، بحيث ان هو يشوف منك رد فعل ان انت متجاوب معاه ولا لا، فانت بينت له اللي خلاص مفيش ما تلاقيش. فالشخص ده حرفيا شافك بصوره تانية خالص. طيب تعالى هنا بقى نشوف طاقه العين الثالثه او الاشارات لقراءتك بتقول لك ايه. يلا بينا يلا بينا بسم الله. تعال نشوف بقى ايه الاشارات اللي جايه لك في القراءه هنا. ايه اشارات للقادم بامر رب العالمين، يا رب كل الخير. قد تنشأ التوترات والعادات في هذا الوقت يمكنها كمنع عن طريق توفير الطاقه وقضاء بعض الوقت. يعني بقول لك حاول تكون خد قراراتك في عزله، ما تشركش حد في طاقتك في الوقت ده. خد قراراتك بهدوء، شوف ايه اللي يناسب حياتك، وشوف ايه اللي يناسب الوقت اللي انت عايش عليه، وقدم المتاح وخد قراراتك بنفسك. ما تشركش حد في طاقتك في الوقت ده، انت في طاقه كويسه. وضع احتياجاتك للاخرين، يعني بيقول لك وضع احتياجاتك للاخرين قبل احتياجك سيؤدي الى الضرر. بيقول لك ما تحاول تكون طاقتين الاتنين تقريبا واحد. بيقول لك
خلي احتياجك للآخرين محدود، واحتياج الآخرين ليك برضك محدود. يعني خليك الفترة دي شوية مع نفسك يا برج الثور، ما تحاولش تخلي حد يطلع على شؤونك، او خليك شوية مع نفسك الفترة دي، وما تقولش على حد على جديدك. الطاقة بتقولك انتبه لده، دي تحذيرات على فكرة. طيب لو حد بيحاول ان هو يتقرب منك وبيسألك على جديدك الفترة دي، حاول ان انت ما تقولش ايه اللي بيحصل، لان تقريبا في حواليك ناس حاقدة. طيب تعالى بقى نشوف هنا رسالتك ايه. بسم الله. شغف، عاطفة، هناك نار مشتعلة بداخلك تنتظر الخروج. بيقول لك الفترة اللي جاية عندك شغف هيكون في علاقتك العاطفية وبداية جديدة، وانت هتكون او هيجيلك الاحساس اللي انت كنت مستنيه اصلا يا برج الثور. طيب بالنسبة هنا للنصايح المادية ليك، تعالى نشوف النصايح لوضعك المادي. اسحب كارت كده ونشوف ايه النصيحة اللي هتنزل لك يا برج الثور. عمل مستقبل وخاص، عمل متمنع، يعني بيقول لك عمل مستقل وخاص. يعني بيقول لك انت الفترة اللي جاية هيكون عندك شيء خاص بيك، وعمل هيرفع شأنك او هيخليك في حتة تانية خالص الفترة اللي جاية. او بيقول لك اسعى ان انت يكون ليك شيء خاص. الشيء الخاص هيكون ليك فيه رفعة او طريقة كويسة هتلاقي نفسك فيه يعني. طيب بالنسبة لكروت التوقيتات، حط حاجة في عقلك يا برج الثور، حط شيء في عقلك انت نفسك او انت بتتمناه، وتعالى نسحب عليه كارت من التوقيتات ونشوف البشارة ايه من باب البشارة يا جماعة. بسم الله. يحدث الآن الشيء اللي انت بتفكر فيه وعايزه تقريبا في طريقه ليك يا برج الثور. تعالى نشوف بقى كروت الملايكة عايزة تقول لنا ايه النهاردة هي كمان. بسم الله. يلا بينا تعالوا نشوف كروت الملايكة عايزة توصل لنا ايه. بسم الله. الثقة، وضعك يحثك على التحلي بالإيمان. الملايكة بتقول لك خلي عندك ثقة، الوضع الفترة اللي جاية هيكون في تحسن بأمر رب العالمين في علاقتك العاطفية. كنتم في قناة جوجو تاروت، نورتوني.